الفريق راضي؟ طبعا. شنو السبب اللي يخليك ترضى؟ تفاجأت لأنه شوف الروحية اللي ظهر بها الفريق العراقي لحد الدقيقة 80 يمكن ما كانت موجودة من فترة طويلة. لذلك أنا أشوف هذه المباراة كانت لها حسابات خاصة. أنت تلعب مع بطل آسيا. المنتخب السعودي فريق كبير جدا، يضم لاعبين على مستوى عالي جدا، يضم لاعبين محترفين في أفضل أندية الدوري السعودي. لذلك أنا أشوف أن المباراة كانت لصالح الفريق العراقي لغاية الدقيقة 75 أو 80. لكن في كرة القدم دائما ما تحصل أخطاء، وأي فريق خسران ممكن ينفتح. لذلك صارت خربطة شوية آخر 10 دقائق. بس للأمانة أنا فخور جدا كل اللاعبين اللي لعبوا المباراة واللي كانوا قاعدين في مصطبة الاحتياط. قدمنا مباراة كبيرة جدا. هذه المباراة وهذه الروحية لو كنا لاعبين بها مباراة اليمن كانت أهلنا من ثاني مباراة. لكن قدر الله ما شاء فعل. هذه كرة القدم، علينا أن نتعلم، لأنه بصراحة عندنا هدف أهم اللي هو الوصول إلى كأس العالم. تصفيات كأس العالم عندنا مباراتين مهمة في شهر 3 إن شاء الله رب العالمين. هاي المباراتين نقدر نحصل من عدد 6 نقاط في سبيل أن نثبت ونروح الكأس العالم ذا الله. علي، الجمهور يمكن ما راح يتقبل كلامك، أنا آسف. الجمهور دائما يبحث عن نتيجة. أنت حطيت نفسك في موقف محرج لآخر لقاء على اساس انت تتاهل او لا، وانت حامل لقب، وايضا انت بطل اسيا، وايضا انت عندك محترفين. معك 100%. بالنسبه للجمهور العراقي دائما الجمهور العراقي عاطفي جدا، يحب بلده كثير، واحنا عودناهم دائما على الفوز وعلى البطولات خاصه الفتره الاخيره. لذلك انا قلتها اول بدايه البطوله انه هدفنا الوصول والاستعداد لكاس العالم. بطوله الخليج بطوله مهمه جدا، لكن الهدف كاس العالم. وانا اوعدهم من خلال شاشه الكاس انه التاهل الى كاس العالم ان شاء الله راح يكون من شهر 3 باذن الله. المستوى الفني بهذا المستوى مباراة السعودية راح يتأهل العراق أول مجموعة لو ثاني مجموعة، وراح تتذكر في تأثيرات من الاتحاد علي. للأمانة علي، بكل صراحة علي، بالله أنا قلتها، مستحيل أكو كل شيء، وحتى ذا أكو مستحيل راح يوصل للاعبين، لأنه اللاعبين تركيزهم في كرة القدم. احنا كل شيء يصير ما لازم يجي اللاعب كرة القدم، حتى لا يجي لازم لاعب كرة القدم يعرف كيف يتعامل مع هذه الأمور. الآن أصبحنا في زمن السوشيال ميديا، كل شيء تسوي شغلات بالبيت تطلع عندك بالسوشيال ميديا. فلذلك تكيفنا ويا هذه الأمور، وأنا أشوفها جدا طبيعية. المناوشات اللي تصير هذه حلاوة كأس الخليج. لذلك أتمنى التوفيق المنتخب السعودي، وإن شاء الله التوفيق المنتخب العراق في سبيل أن نتأهل لكأس العالم. احتراماتي لرقيك عقليتك الراقية. شكرا. إن شاء الله تصل إلى قلوب جمهورك العراقي، وأكيد يفتحوا لكم باب جديد لأنكم نجوم. يا حبيبي الله يحفظك يا رب. شكرا.